بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بما أننا نتكلم اليوم على صفة الكلام في حق الله سبحانه وتعالى، ونحن في معرض مناظرة، أسأل الله التوفيق لي ولكم وأن يجري الله الحق على لساني ولسانك. نشرع بداية في بيان منهجنا نحن الأشاعرة، السادة الأشاعرة كما تحب أن تطلق علينا، في ذكر منهج أهل السنة والجماعة. فماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة الكلام، فكلامه سبحانه وتعالى ثابت له، كلامه سبحانه وتعالى ثابت له، لكن ليس كمثله شيء. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى له كلام ثابت ولكن بلا كيف، فلا نثبت الحروف ولا الأصوات ولا اللغات، لا عربية ولا أعجمية ولا غير ذلك. نقول كلام الله كلام يليق بجلاله وكماله. فإذا أثبتنا صفة الكلام لله كما ورد في النصوص، فإن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من أهل السنة والجماعة عدل منهم، أنهم أثبتوا لله ما أثبت لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه. ثم دليلنا في إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا مصدر مؤكد، فهذا المصدر المؤكد ينفي المجاز، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أسمع موسى كلامه الذاتية الذي ليس حرفا ولا لغة ولا صوتا، ولا هو لغة عربية ولا أجنبية ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن كما أثبت الله لنفسه هذه المعاني، نحن يلزمنا أن نثبتها. لكن لما نقول القرآن اللفظ المنزل هو كلام الله، لا يعني ذلك، يعني لما نقول كلام الله ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، لا يعني ذلك أننا ننفي أن يكون القرآن كلام الله. يعني نحن نثبت أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى الدال على كلام الله عز وجل، وهو يعني يدل عليه آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنعم، بما أننا أثبتنا أن موسى سمع كلام الله وله ميزة في ذلك وهو كليم الله، فإذا فرق بين مسموع موسى وبين مسموع المشرك. إذا ذهبنا إلى السلف، يعني تدعون السلفية يعني، لكن نحن لا نسلم لكم. إذا ذهبنا إلى السلف، ماذا يقول السلف؟ يعني أنا سجلت بعض كلام السلف في ذلك، يعني أحب أن أقرأ بعض النصوص. طبعا كما يعني مثلا أبو ثور ماذا قال؟ ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم، شوفوا العلة، وزعم أن الله حدث فيه شيء لم يكن. عبد العزيز الكناني الذي استدل به ابن تيمية في رده على المريسي ماذا يقول؟ يقول فإن قال بشر إن الله خلق الكلام في نفسه فهذا محال ولا يجد السبيل إلى القول به بالقياس ولا بنظر معقول، لأن الله ليس محلا للحوادث.
الإمام أحمد ماذا يقول الإمام أحمد؟ كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، نقل عن أحمد أنه قال: من قال إن القرآن محدث فهو كافر. محدث. كذلك أبو الفضل التميمي ذكر في بيان عقيدة أحمد رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه تغير ولا تبدل. ويوجد كثير من الكلام، لكن أذكر يعني أختصر إن شاء الله حتى لا أطيل. أنا وعدت أنه أحاول أن أختصر. ماذا يقول الطبري مثلا؟ يقول: فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلا للخلق، وذلك عند الجميع كفر. ويعني ابن الزاغوني أيضا ذكر في ذلك، وغيرهم من الحنابلة، حتى الذين هم يعني لم يشذ عن الحنابلة في هذه المسألة إلا ابن تيمية ومن تابعه. فالآن يعني أنا سؤالي: إذا كانت هذه عقيدة السلف التي أثبتوها، فماذا بقي لكم من اتباع السلف؟ إذا كانت هذه عقيدة السلف وهذه النصوص كلها عن السلف وعن الحنابلة، ماذا بقي لكم من اتباعكم للسلف وللحنابلة؟ أترك لكم الكلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. كل الكلام الذي أتى به الشيخ أحمد هو في صالحنا نحن، يعني أنت جئت تقرر ما نحن نقوله. من قال كلام الله مخلوق فهو كافر. أنت تقول كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، أنت حكمت على نفسك بالكفر، وسنتحداك الآن أنهم يتكلمون عن المعنى النفسي. من قال خلق الله الكلام في نفسه؟ أيضا ما احنا ما نقول إن الله خلق الكلام في نفسه، نقول هذه صفة ذاتية. من قال؟ إذا كانت محدث فهو كافر، مخلوق. طيب الآن سنقرأ لك بسرعة عشان احنا مش عايزين نطول. أنتم لا تعرفون حتى كتبكم يا شيخ أحمد. هذا كتاب فتح الباري يقول بأنكم نحن خالفنا الحنابلة، والله احنا على منهج سيدنا الإمام أحمد، لكن أنتم الذين خالفتم الحنابلة وخالفتم الشافعي رضي الله عنه كما سنبين. طيب يقول الإمام ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صفحة، معلش عشان اللي فيه مشكلة، صفحة 345، وهو يعرض مسألة القرآن: والخامس أنه كلام الله غير مخلوق، لم يزل يتكلم إذا شاء، نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية. يعني حتى ابن حجر يعترف بأن الإمام أحمد يقول لم يزل يتكلم إذا شاء، وهذا ما ذكره سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية صفحة 139، بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. خلاص كل اللي انت أتيت به. أنا عندي سؤال واحد: مع من كان الحق في فتنة خلق القرآن؟ أنا سأترك لك المجال، إما أن يكون الحق مع سيدنا الإمام أحمد، سؤال بسيط شفاف بريء، أنا أسأل الشيخ أحمد: مع من كان الحق في فتنة خلق القرآن، القسمة عقلية، إما أن يكون الحق مع سيد الإمام أحمد أو مع المعتزلة أو لا مع هذا ولا ذاك. أنا هسيب لحضرتك من وقتي دقيقتين. تفضل يا شيخ أحمد جاوبني. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شوفوا يا أيها الإخوة، أيها المستمعون، سألني عن فتنة خلق القرآن التي حصلت بين المعتزلة وزمن ظهورهم، وأنت يعني كالذي يعني يضرب نفسه صراحة. ليش؟ لأن القضية، منشأ القضية التي حصلت عند المعتزلة هي نفس منشأكم، لأنهم ابتدأوا من حيث ابتدأتم واختلفت النتائج. ابتدأوا بقولهم إننا لا نعقل كلاما إلا ما كان حرفا وصوتا. هذا كان الابتداء. وأنتم أيضا تقولون نحن لا نعقل كلاما إلا ما كان حرفا وصوتا. ثم ماذا تقولون؟
أنتم والمعتزلة، المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى متكلم، لا بمعنى إثبات الصفة لنفسه أنها صفة لله، يقولون متكلم أي قادر على خلق الكلام في غيره، قادر على إحداث الكلام. على سيرة ابن حجر، نعم، على سيرة ابن حجر، ماذا يقول ابن حجر؟ يقول لا فرق بين المخلوق. أحمد الصوت عندك وقت. خلصت الدقيقة يا شيخ. طيب. أيها الأحبة الأكارم، بالله عليكم، أنا تنازلت من وقتي، وهذا الذي ينبغي أن يفعله إذا أراد أن أجيب في وقتي، يترك لي. أنا تنازلت من وقتي دقيقة ليجيب عن سؤالي. أنا مالي من منشأ وما منشأ مع من كان الحق، مع المعتزلة، مع سيد الإمام أحمد، لا مع هذا ولا ذاك. أنا لا طلبت منك المنشأ ولا النهاية ولا البداية ولا شيء أبد. أنا هأعطيك دقيقة ثانية لتجيب أمام الناس لننهي المناظرة بالقاضي. دقيقة مرة ثانية من وقتي، مع من كان الحق في فتنة خلق القرآن. إيه تاني؟ نصف دقيقة ثاني. لا في نصف دقيقة. مع من كان الحق في فتنة خلق القرآن يا مشايخ. ما أن يكون مع سيدنا الإمام أحمد. ها؟ لا أنا محتاج. تفضل جاوب نصف دقيقة كمان يا شيخ. لا، أنا أحتاج وقت حتى أجيب. لا الحكاية مش محتاجة يا مشايخ. أنا سألته عن تفصيل، أنا أقول له مع من كان الحق مع الإمام أحمد، مع المعتزلة، لا مع هذا ولا ذاك. التفصيل مش محتاجين تفصيل. شفتوا يا أخوانا؟ أرأيتم؟ الحق أبلج والباطل لجلج. سؤال سهل بسيط. أيها الأحبة الأكارم، أعدكم كما حدث في المناظرة السابقة، لن تسمعوا الإلزامات المدونة في الدفتر، لكننا طورنا إلزام سيدنا الشيخ الوصابي وأتينا بما يضيفه فقط. إلزامين 3 في الإلزام السابق، وبرضه مش هتسمعوا الإلزامات. يلا جاوبني يا شيخ. مع من كان الحق. أنا بتنازل لوقتك دقيقة. سؤال صعب. مع من كان الحق في فتنة خلق القرآن. ما في مشكلة. تفضل كمل. طيب أنا هتنازل عن الوقت كله يا مشايخ. يلا ابدأوا 3 دقايق ب3 دقايق، مش عايز وقت. بس خلينا هادين. شادع حط الوقت الآن 3 دقائق. 3 دقائق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلي على سيدنا محمد. شوف يا أخي، أنا قلت لك كنت أجيبك عن السؤال، لكن أنت قطعت علي الجواب. مشكلة أنكم بدأتم أنتم والمعتزلة من مبدأ واحد، ما هو؟ أنكم قلتم لا نعقل كلاما إلا إذا كان الكلام حرفا وصوتا، ورفعتم شعار اتباع السلف الصالح، وأن السلف الصالح هم بهم إذا بمن اقتديت اهتديت وكذا. طيب، ثم بعد ذلك ماذا أوردنا من كلام السلف الصالح يخالف منهجكم؟ من السلف الصالح قال إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد؟ لكن بما أننا نتكلم عن المعتزلة ماذا قالوا؟ لا نعرف كلاما إلا هو حرف وصوت. وأنتم قلتم لا نعرف كلاما إلا حرف وصوت. قالوا ننزه الله عن الكلام لأنه ليس محلا للحروف والأصوات. أنتم قلتم لا، النص جاء بالحرف والصوت فنثبت يعني جاء بالكلام فنثبت الكلام الذي نعقله حروفا وأصواتا. طيب، ما الفرق بين العقيدتين؟ أنتم تقولون إن معنى كونه سبحانه وتعالى متكلما أي أنه قادر على إحداث الكلام في ذاته، والمعتزلة يقولون معنى كونه متكلما أنه قادر على إحداث الكلام لا في محل أو في غيره، في الشجرة، في إلى آخره. فماذا يفرق يعني؟
ما هو الفرق بينكم وبين المعتزلة؟ نعم الحق كان مع أحمد لا معكم ولا مع المعتزلة. الآن سؤالي، من هو يعني الذي اتبع الآخر؟ أنتم اتبعتم المعتزلة وعدلتم على عقيدتهم، أم المعتزلة اتبعوكم وعدلوا على عقيدتهم؟ تفضل، أترك لك باقي الوقت. خلاص انتهت المناظرة أيها الأحبة. قال سيدنا الشيخ أحمد صقر: الحق مع سيدنا الإمام أحمد، والإمام أحمد كما قرأنا من فتح الباري يقول بأن الكلام لم يزل الله متكلما إذا شاء، فأنتم على باطل والحق مع سيدنا الإمام أحمد، ونحن فوافقنا سيدنا الإمام أحمد وما عدنا بحاجة إلى المناظرة. اعترف الرجل أن الحق مع الإمام أحمد، إذا قولكم باطل باطل باطل. وانتهت المناظرة أيها الأحبة. جزاك الله خير جزاء المحسنين وأحسن الله إليك. ونبين الإلزام أيها الأحبة. الحق أيها الأحبة في قضية خلق القرآن، في فتنة خلق القرآن، إما أن يكون مع الإمام أحمد أو يكون مع المعتزلة، وأيا يكن الحق مع أحد الفريقين فقول الأشاعرة باطل، سواء كان مع الإمام أحمد أو مع المعتزلة فقول الأشاعرة باطل. وإما أن يكون الحق لا مع هذا ولا ذاك، فيلزم أن الأمة أجمعت على ضلال، وأن خيرية هذه الأمة ضاعت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تجتمع أمتي على ضلالة كذب، حتى جاء أبو الحسن الأشعري فهدى من الضلالة وبصر من العمى، لكن الشيخ كان عاقلا راشدا صادقا وقال الحق مع الإمام أحمد، فجزاه الله خير جزاء المحسنين وبارك الله فيه. وانتهت المناظرة والحق مع سيدنا الإمام أحمد وأنتم على باطل. وحينما قال الإمام أحمد من قال بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو الآن يتهمكم أنكم جهمية، وهذه هي القضية. السؤال الثاني أيها الأحبة الأكارم: فرق لنا يا أيها الأشعري بين الكلام، بين صفة العلم النفسي، بين العلم النفس المعنى النفسي، وبين الإرادة. أنتم قلتم أن الله أنه قد يأمر الإنسان بما لا يريد، فهل هذا في حق الله أم لا؟ تفضل يا شيخ. نعم، تعيد دلوقتي أبو توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الإمام أحمد شيخ إسلامكم الأوحد والوحيد ابن تيمية أورد في مواضع كثيرة أنه يقول لم يزل الله متكلما عالما. ونقلت لك كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال، نقل عن أحمد أن من قال إن القرآن محدث فهو كافر. وكذا أبو الفضل التميمي نقل مثله. وابن حجر الذي تستدل به ماذا قال؟ قال ولا فرق بين المخلوق والمحدث لا نقلا ولا عقلا ولا عرفا. ردها إن استطعت، ردها على ابن حجر وعلى مشايخك إن استطعت. الآن ماذا يسأل وماذا سأل؟ قال الفرق بين الكلام النفسي والإرادة. يا أخي أنت يعني عجيب أمركم. يعني نحن نقول الإرادة تخصص الممكن، ونقول الكلام النفسي هو آمر به ناه به مخاطبا به. عندك يعني هذه مشكلة يا أخي. قبل أن تذهب إلى مناقشة الأشاعرة أنا نصحتك، قلت لك خليك بنقاش الشيعة، ماشي حالك بنقاش الشيعة. لماذا تذهب إلى الأشاعرة؟ يعني حقق مذهبهم بالأول يا أخي، بعدين تعال ناقش الأشاعرة. مشكلة يعني. الآن سؤالي أنا، إذا نظرنا في كلام الذي تنسبونه إلى أحمد، شو كلياته من قال كذا فهو جهمي،
من قال كذا فهو جهمي. خليني هنا النصوص. من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. ومن قال من أنكر أن محمدا يجلس معه وربه على العرش فهو جهمي. من رد هذا الحديث فهو جهمي. من لم ينكر لم يثبت الرؤيا فهو جهمي. من لم يقل أن الله خلق آدم على صورته فهو جهمي. جهمت ابن خزيمة معكم على طريقكم. نجي لوين؟ نجي لعند الجهم. هذا قال في كتاب التبصرة. لحظة أنا سجلت الصفحة حتى أذهب إليها. التبصير كتاب الشيخ أحمد. نعم، التبصير في الدين. ماذا يقول؟ وكان يقول يعني الجهم كلام الله حادث. ما الفرق بينكم وبين الجهم؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين على ما من وتفضل وأنعم وأكرم. الحق نذكر بذلك مع سيدنا الإمام أحمد، وأنتم على باطل. هذا اعترافك، تغيرت. أما قولك أنني حالي ماشي مع الشيعة، لن ألتفت إلى هذه. يعني أنا لن أفعل الحركات التي أفعلها مع الشيعة، لن أفعلها معك يا سيدي، ولن أرد على هذا. أنا ممكن أقول لك لأنك صيد سهل وقعت بالضربة القاضية، لكن لن أفعل، احتراما للشيخ محمد والأفاضل الموجودين. فأعدكم أنني في حواري معكم سأكون في غاية الأدب، في غاية الأدب، ولن أسلك ما أسلكه مع الشيعة. ليس معنى ذلك أنني غير مؤدب، لكن يعني في حاجات من تحت لتحت كده. طيب، قولك الفرق أيها الأحبة، لأنك لا تعرف مذهبنا ولا تحرر مذهب المخالف. أننا نقول بأن الذين اختلفوا ووقعوا في الخلاف، الأشاعرة قالوا الكلام لا يكون متكلما إلا إذا قامت به صفة الكلام، والمعتزلة لما قالوا الكلام حرف وصوت قالوا هذا لا يمكن. والحق جمعناه نحن فقلنا المتكلم من قامت به صفة الكلام وفعله إذا شاء. ده اللي انت ما انتش عارفه يا شيخ أحمد. أما سؤالي، عرفت الفرق يا شيخ؟ يا رب تكون عرفت. أما سؤالي يا شيخ، أنا سألتك الأمر والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة، فأنتم ذكرتم في التفريق بين الأمر والنهي والإرادة أن الإنسان قد يأمر بما لا يريد، يأمر بما لا يريد. فهل هذا في حق الله أم لا؟ أرجو تجيبني يا شيخ. قلت لك والله معي 20 إلزام لن تسمعوا منها شيء. إحنا ما فعلت شيء أكثر من أنني طورت الإلزام السابق فقط، وستبقى الإلزامات حبيسة الدفتر محتاجة مناظر جديد عشان المناظرة انتهت بالقاضية. يعني لسه في، إحنا هنقول لكم تعالوا هاتوا مناظر جديد يناظر في صفة الكلام من الأشاعرة. إحنا خدنا اللي إحنا عايزينه الحمد لله. الآن فرق لنا بين الأمر والنهي. هل تقبل هذا التفريق ولا لا يا شيخ؟ أرجو تجيب عشان أنتقل للسؤال اللي بعده واللي بعده كده. يعني تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أورد علي ماذا يقول؟ يقول أننا جمعنا، يعني هن جمعوا بين ماذا؟ بين أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم. كيف؟ قال لك يتكلم يعني يحدث الكلام في نفسه، يجدد الكلام في نفسه. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول قول القائل، اسمعني، إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة. قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة. مبتدع أنت عند ابن تيمية، مبتدع. طيب الآن شو كان سؤاله؟ ما الفرق بين الإرادة والكلام؟ قلت لك الكلام هو صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة له، هو بها آمر ناه
كلامه سبحانه وتعالى سمعه موسى. هل إرادة الله سمعها موسى؟ غريب أمرك. وأنت تقول، يعني ما رددت على سؤالي الذي سألتكه. قلت لك الإمام أحمد قال كما نقل الذهبي: من قال إن القرآن محدث فهو كافر. ما تجيبني على الأسئلة. ابن حجر الذي استدللت به يقول: لا فرق بين المخلوق والحادث. يعني تسمع؟ أتمنى أنك تسمعني. بين المخلوق والحادث لا نقلا ولا عقلا ولا عرفا. سجل عندك لو سمحت. أريد إجابة عن هذا السؤال، وأريد أن تفرق لي بينك وبين المعتزلة. لم تفرق. أن تفرق لي بينك وبين الجهمية، بين الجهم الذي قال كما في التبصير في الدين نقل عنه أنه قال: وكان يقول كلام الله حادث. حادث الجهم. وأصلا هو قتل لأجل هذه المقولة، أنه نسب الحوادث إلى ذات الله سبحانه وتعالى. قتله رئيس المازني، رئيس شرطة مازن. فأين وأنتم تقولون يتكلم إذا شاء؟ يعني تحدث له الكلام، يحدث له الكلام. الله المستعان. طيب الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين. نذكر أيها الأحبة بما من به ربي علي وتفضل بانتهاء المناظرة القاضية حينما اعترف أن الحق مع سيدنا الإمام أحمد والحق لا يتعدد، فأنتم على باطل. طيب، أما قوله فرق لي بين المعتزلة وأنتم، والله فرقنا لك، لكن في الإعادة إفادة يا سيد الكريم. المعتزلة قالوا المتكلم من فعل الكلام في غيره، ونحن قلنا هذا حق، ولكن من قامت به صفة الكلام وفعل الكلام في غيره. وضحت؟ وضح يا مشايخ؟ تمام. طيب، أما ما نقلته عن ابن تيمية فنرجو أن تحيل فضلا لا أمرا. وأما قولك ليس هناك فرق بين المخلوق والحادث عرفا وكذا، أنت تلتزم بهذا. أنت تقول يا مشايخ، يا حبيبي، يا أيها الأشاعرة، يا أيها السادة الأشاعرة، ليش متناقضين مع أنفسكم؟ أنت تقول أن التعلقات حادثة وليست مخلوقة يا حبيبي، فإذا أنا جئت كسلفي وقلت لك حادث ليس بمخلوق، هذا مقبول. ثم هو يتناقض. يعني إذا سمعنا رجل لا أشعري ولا سلفي وقال أحمد يقول حادث ليس بمخلوق، ثم سمعك وهو يقول لك أنا أعيب علي هذا القول، ثم بعد ذلك يسألك السلفي الحادث مخلوق في التعلقات، تقول له لا، يقول لك أنت بك شيء. عمي، كلام العالم يستدل له ويستدل به. وأما محدث فهو كافر سنرجئه عشان نوضح فيه. أنا سؤالي لك واضح. السؤال الثاني، أنت عمال تقول الإرادة والتخصيص. حبيبي، الأمر والنهي بدون صيغة، إحنا نسألك عن المعنى النفسي. الأمر والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة. فقلتم الفرق بين هذا وذاك أن الإنسان قد يأمر بما لا يريد. هل توافق على هذا ولا هذا في حق الله؟ أجب، أبن، رد على سؤالي. تفضل يا شيخ. عيب 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 يا شيخ، رد. إلى الآن أنت عمال خايف تجاوب. أمال هنكمل بقية الأسئلة إزاي يا شيخ؟ أنا لن أنتقل من هذا السؤال إلا بعدما ألزمك وأعطيك القاضية فيه. يلا يا شيخ، هل تقبل بهذا التقسيم أن الفرق بين الأمر والنهي والمعنى والإرادة أن الإنسان قد يأمر بما لا يريد، وهل هذا في حق الله؟ أجب. تفضل يا شيخ، يلا. تعطيني وقت يا أبو توفيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بما أنك لا تريد أن تجيب على بعض الأسئلة، يعني تروح يمين شمال. أقول لك الحق مع أحمد لا معكم ولا مع المعتزلة. أنتم والمعتزلة انطلقتم من منطلق واحد ومرجع كلامكم إلى شيء واحد. إنك شو بتقول؟ أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بكلام إلا ما يحدثه، والمعتزلي يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بكلام إلا ما يحدثه.
أو خالفت أحمد الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما عالما، لم يزل متكلما عالما، إلا إذا أنك تلتزم كمان تجدد العلم لله سبحانه وتعالى، يعني يكون الله المستعان. الآن سؤالي شيء آخر. قرأت يعني عند النصارى هذا يقولون: وسمعنا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب الريح. ويقولون أيضا: وكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. هذا عند النصارى. وأيضا عندهم ماذا يقولون؟ صوت الرب على المياه، صوت الرب بالقوة، صوت الرب مكسر الأرض، صوت الرب يقدح لهيب نار. أيضا يعني يقولون: وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. انتوا يعني لا قادر تطلع من المعتزلة، لا قادر تطلع من الجهمية، الآن كيف تخرج من موافقة النصارى في نسبة الصوت إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما أشنع من هذه المقالة. أذكر لك بعد نصوص أخرى للنصارى في كتابهم هذا المحرف، أم أنكم تلتزمون ما قال به يعني ابن تيمية أن هذه الكتب لم تحرف، يعني لم تحرف، القول الأصح أنها لم تحرف، لا زالت النسخ يعني موجودة. يعني نحن نستعجب، يعني أنا أسأل حتى أعرف. الآن ميز لي بينكم وبين هذا الذي ذكره النصارى. تفضل. الحمد لله رب العالمين على ما من وتفضل. مرة ثالثة يقول: الحق مع أحمد لا معنا ولا مع المعتزلة. الأشاعرة وين؟ ولا مع الأشاعرة، ولا هو خيار وفؤوس؟ ولا مع الأشاعرة. ولكن أنت ادعيت علينا أننا لا نوافق سيدنا الإمام أحمد، بل أقرأنا من كتبك أننا ابن حجر قال لم يزل متكلما إذا جاء. لكن الصواب أن تقول الحق ليس مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة. فلا تحاول تخرج من هذه، خلاص هذه وانتهت، ما تعدش لها تاني. تمام؟ شفتوا يا أخوانا أن الحق واضح إزاي؟ الحق أبلج والباطل لجلج، وطالب الحق يكفيه دليل، وطالب الباطل لا يكفيه ألف دليل. وأما الفرق بيننا وبين الجهمية والمعتزلة فوضحناه لمن أراد الحق، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله رب العالمين. فالمعتزلة وافقوا الحق في جزء وخالفوا في جزء، وكذا الأشاعرة، والحق معنا فيما قلناه أن المتكلم من قامت به صفة الكلام وفعله إذا شاء. وأما ما ذكرته عن المحدث فهو كافر، وعن النصارى فسأنطلق من جزئية حتى لا أبقي لك شيء. ركز، آخر مرة سأعيد عليك سؤال وأسجل انقطاع وأنتقل لما بعده. واضح؟ ركز يا شيخ، كنت أظنك يعني أقوى من ذلك واستعددت جيدا عن ذلك، والله ظننت ذلك. خلاص، فشد العزم وتوكل على الله. آخر مرة سأعيد عليك السؤال: الأمر والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة. ولا تنسى تنقل لنا كلام ابن تيمية. لا أريد أن أقول لك أنت دلست ولا شيء، لا، أنا قلت لك هذه الأمور لن أفعلها مع الشيعة. تمام؟ انقل لنا كلام ابن تيمية: الأمر والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة، والأمر والخبر دون صيغة ما هو إلا علم. فأنتم قلتم أن الإنسان قد يأمر بما لا يريد، فهل هذا في حق الله؟ نعم أم لا؟ آخر مرة، ثم أسجل انقطاع وأنطلق لما بعده. طيب، أنت قلت المحدث فهو كافر. من يقول محدث فهو كافر؟ من يقول محدث فهو كافر؟ توافق على هذه المقالة؟ نعم أم لا؟ سؤالين، فضل يا شيخ عشان أقررك وأنطلق لما بعده. أرجو أن أنت تستعن بالله وبعقيدتك الواثقة وتتوكل على الله. يلا يا شيخ.
السؤالان عفوا، بس السؤالان. يعني يا شيخ أحمد هذه ثالث مرة أعيد عليك السؤال، أنا جايب معايا كراسة أنا وكراسة جايب معايا. وقلم، وبعدين تقول لي سؤالين تاني يا شيخ. معلش السؤالان. أنتم يا شيخ أحمد يا حبيبي يا نور عيوني، أنتم تقولون بالمعنى النفسي، وإحنا قلنا المعنى النفسي، أنتم بتقولوا إنه معنى واحد، فقلنا لكم الخبر بدون صيغة ما هو إلا علم، والأمر والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة. هذه القاعدة في عندك دليل عليها من الكتاب والسنة؟ أو هي هيك من جدعنة منك، يعني جدعنة بالمصري. طيب راجع حبيبي كتبك، راجع كتبك وتجد ذلك. هي طيب. عندك طيب. عليها دليل؟ الشيخ خالد البكري في المناظرة السابقة ذكر ذلك. يلا نضربكم في بعض. عندك عليها دليل أو هي نضربكم في بعض. إذا الشيخ خالد كان مبتدع في المناظرة السابقة، وسنأتي بالقولين ونضربكم في بعض. لا بأس. إيه يلا نضربكم في بعض، أنتوا الاثنين على خلاف بعض. يلا أنا أسألك عندك سنأتيك بكلامك بعلمائك في هذه المسألة. شو هي؟ مسألة أن الخبر بدون صيغة ما هو إلا علم، وأن أعطيني إياها من الكتاب والسنة، معلش يعني خلينا حلو. يعني علمائك لما قالوا بهذا مبتدعة. طيب إذا الآن علمائك مبتدعة. أحسنت. يلا أعطيني من الكتاب والسنة. أعطيني. اهدى حبيبي. أنت بتقول المعنى النفسي يا حبيبي اللي أنتوش عارفين هو إيه هو المعنى النفسي، فسروه لنا. إحنا بنقول لكم ما هو إلا علم. تقدر تفرق لي بين المعنى النفسي اللي أنت أثبته والعلم عشان ما ضيعش وقتك؟ فرق لي. نعم طبعا أنا قلت لك، لكن أنت فرق لي بين المعنى النفسي والعلم والإرادة. هو إيه بقى؟ نعم أفرق لك. عرفت؟ يعني أنت ما كنتش فاهم المعنى النفسي. لسه فاكر يا أخوانا السؤال؟ والعلم يا الله والإرادة، صح؟ يا الله. السؤال الثاني. من قال محدث فهو كافر. إيه شو السؤال؟ من قال محدث أي مخلوق فهو كافر. ده أنا قررته في بداية يا أخي. من قال القرآن محدث أي مخلوق هو كافر. أنت حبيبي سمعتك مقالة. أنا بسألك، أنا عايز أخذ منك عشان ما ضيعش وقتك. من قال القرآن محدث أي مخلوق فهو كافر. أقرر فيها أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. تيجي أنت تسألني هذا السؤال؟ والله عجيب يا أخي. بس أنا عايز أتأكد منك. يعني إن شو أنا عايز أتأكد منك بس. يعني انفعلت. أنا عايز أتأكد منك. تنسى كلامي يعني، خليك رايق. حاضر. يلا أتمنى تجاوب بقى عن السؤال. نعم. بلشت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول لك فرق لي بين الكلام والعلم والإرادة. افتح الميكروفون من وقتي وقل لي شو السؤال. بين المعنى النفسي. هذا هو الكلام. يعني أنت تقول لي فرق بين الكلام والعلم. بين المعنى النفسي. طيب تمام خلاص. هو يقول لي فرق لي بين الكلام. أنا هيك لما تقول لي المعنى النفسي أنا هكذا أسمعها، أنا أشعري يا حبيبي. فأنت إذا قلت لي فرق لي بين المعنى النفسي يعني الكلام هو نفسه الكلام. الكلام هو صفة بها الله سبحانه وتعالى آمر ناه لا ابتداء لها لا انتهاء لها، قائمة بذات الله، ليست لغة عربية ولا يعني أنا أعيد الكلام الذي قررته أولا، ولا أجنبية ولا متقطعة ولا فيها حروف ولا فيها أصوات، وليست ككلام البشر كما قال الإمام الطحاوي. فمن في لما ذكر عن الكلام ماذا قال بعده مباشرة حين قال وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى على الحقيقة ليس ككلام البشر. ماذا قال بعدها مباشرة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا الإمام الطحاوي. ثم تأتي تقول لي لا أنا ما أسألك عن الكلام، أنا أسألك عن الكلام. شو تسألني؟ أسألك عن المعنى النفسي يا حبيبي. قلت لك ليه تأتي إلى الأشاعرة وأنت لا تعرف مذهبهم؟
قبل أن تأتي إلى مناظرتهم قرر مذهبهم على حقيقته. لكن أنا أقرر مذهبكم على حقيقته؟ نعم أقرر مذهبكم على حقيقته، وهي أنكم تقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام. ماذا تقولون؟ أزلي النوع. شو هو النوع؟ النوع هو شيء اعتباري منتزع من الآحاد. حادث الآحاد يعني لا يثبت عندكم كلام إلا حادث. تقولون أزلي النوع. طب هل يتحقق النوع بدون واحدة منه؟ لا يتحقق. فإذا أنتم تنفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى وتقولون بمقالة المعتزلة شئتم أم أبيتم ولن تستطيع أن تخرج منها أبد الدهر. تفضل. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. هو يقول نحن. انت نسيت ما حدث في المناظرة السابقة، انتم انت فاكر نفسك ان انت جاي تستدرك لما فات. انت ما تعرفش تثبت ان احنا نوافق المعتزلة ولا نوافق انت نسيت. ان كنت نسيت اللي فات اسمعك المناظرة السابقة انكم من وافقتم المعتزلة. طيب واما قولك ان انت ما انتش عارف تفرق بين الكلام النفسي، انا بس المشكلة اللاب، لكن انا هنزل لك كتاب العقائد النسفية واعرفك ان انت اللي مش عارف عقيدتك. انت ما تعرفش عقيدتك، يعني دي هتبقى عيبة في حقك قوي. تمام؟ انه المعنى النفسي، المعنى الواحد هذا الذي اثبته بدون صيغة ما هو الا علم. الخبر بدون صيغة ما هو الا علم، والإرادة والنهي بدون صيغة ما هو إلا الأمر، والنهي بدون صيغة ما هو إلا إرادة. ونسمعك كلام الشيخ خالد البكري في المناظرة السابقة، يعني 2 أشاعرة، واحد كان عارف مذهبه والتاني مش عارف مذهبه. تخيلوا يا أخوانا، إحنا وصلنا لمرحلة إن واحد أشعري بيضرب التاني. طيب قال يا أخوانا أن محدث مخلوق فهو كافر. حلو. أنتوا بتقولوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث هنا يعني مخلوق يا شيخ؟ جاوبني بسرعة كده. محدث يعني مخلوق؟ يلا يا شيخ. هذا قول ابن عثيمين ليس يا شيخ. ليس محدث يعني مخلوق في الآية؟ أنا بسألك في عقيدتك، محدث يعني مخلوق في الآية؟ كفر ابن عثيمين. محدث يعني مخلوق في الآية؟ يلا رد يا شيخ. محدث يعني مخلوق في الآية؟ محدث إلينا نزوله. إيه مخلوق؟ إيه محدث يعني مخلوق؟ ولا مانع من قول محدث عن محدث يعني مخلوق عن كلام الله. كفر ابن عثيمين. محدث يعني مخلوق. تفضل. محدث يعني مخلوق، يعني مخلوق. إذا وصف الله بالكفر. إذا وصف الله بالكفر. شكرا لك. إيه في المايك. إذا الآن وصف الله عياذا بالله بالكفر. شكرا لك يا أستاذ. شفت يا أخوانا أن الأستاذ ما هوش والله أقسم بالله أنا كنت أظن أن المناظرة ستكون على لهيب ساخن، أسبوع يستعد ويأتي محدث مخلوق وكفر عياذا بالله وصف الله بالكفر. أنتوا عايزين إيه تاني؟ يتخيلوا أنكم تدعون أنكم تعظمون الله، وإلى الآن لم يفرق لنا السؤال الثاني. حلو كده؟ السؤال الثاني لم يفرق لي، وبعدين يتهمني أنني بأنني الذي لا أعرف عقائده. إذن الآن أنتم بين أمرين، محدث إنه يكون مخلوق حتى بأي معنى إذن وصفت الله بالكفر، أو يكون غير مخلوق. فإذن الآن سترجعون إلى قولنا وأنه أمر نسبي وسنبينه. واضح حبيبي؟ الآن تأتي إلى ابن عثيمين. إلى الآن لم يأتنا نقل ابن تيمية اللي أنت قلته. فين نقل ابن تيمية حبيبي؟ فين نقل يا شيخ؟ ضاعت ابتسامتك وضعت وضاع كل شيء. انتهى الوقت يا مشايخ. شوفوا أنا شو عملت؟ تعبت حالي وعملت مقدمة أشرح فيها مذهب المعتزلة وأشرح فيها مذهب المعتزلة الجدد إخوانهم المعتزلة، وأوضح له كيفية المشابهة والتطابق بينه وبين المعتزلة. كنت بتعبت حالي لأن هذه الآية هي التي استدل بها المعتزلة على قولهم بأن القرآن محدث. يا أستاذ يلي منك عارف، آخر شيء بتقول لي نحن سلفية. وين السلفية؟ السلف لو سمع هذا لضربوا على وجوههم من الصدمة. ما تعرف
ما بتعرف أنه هذه الآية التي استدل بها المعتزلة؟ بتعبني، ما كنت شرحت للناس التوافق بينكم وبين المعتزلة، كانت تكفيني هذا الدليل الذي استدللت به كان يكفيني. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذا دليل المعتزلة. إذا ما كنت عارف تعلم. أنا قلت لك لما أول ما سألتني عن صفة الكلام، قلت لك تعال افتح لك بث وأعلمك صفة الكلام. ما بدت مني. متى تتوبون عن المعتزلة؟ يلا انطق الشهادتين، تفضل انطق الشهادتين. تتوبون عن الاعتزال ولا لا؟ انطق الشهادتين يا أحمد. أي في 170 واحد ينتظرك. انطق الشهادتين. لا إله إلا الله. يعني أحمد بن حنبل جلد وضرب وعذب حتى لا يقول القرآن مخلوق مخالفة للمعتزلة. يجي واحد آخر شيء ينتسب لأحمد ويستدل باستدلال المعتزلة على أن القرآن حادث. الله أكبر، سبحان الله. يعني ما أعرف، يعني والله ما أعرف شو أقول. معتزلي، يا ما بقى لك إلا يا أيها المعتزلي اعتزلنا أحمد العاصي. يعني أنا عندي كلام أقوله لكن لا يسع في هذه المداخلة. تفضل فرق لي بينك وبين المعتزلة. شيخ أحمد، في عندك 30 ثانية إذا كان تعطي أدلة ابن تيمية اللي طلبها النصوص. أيوة، نص ابن تيمية في الذي ذكرته لك. قال أقرأه لك. شوف أقرأه لك، شوف شعر بالحرف. قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به، اسمع منيح، بدعة في التسعينية. تفضل. أستاذ احنا بنقول لك اقرأ الصفحة بالمصدر. انت يعني طيب في مداخلتك ابقى اقرأهن. احنا عايزين بس نقرأ له اللي بيقول لك، اللي عايزين نقرأ له، لكن خليها في المداخلة اللي جاية لما نقرأ له انه حتى مش عارف عقيدته من شرح النسفية. للأسف الجهاز تحت فيه مشكلة، فعشان نعرفه انه هو اللي بيقول انا ما اعرفش عقيدتك، انت اللي ما تعرفش. هيبقى شكلك ازاي دلوقتي في مسألة خلق القرآن صفحة 218؟ طيب في شرح العقائد النسفية، خليها المداخلة الجاية. بيقول انا بقيت معتزلي. انت نسيت يا حبيبي ان انتوا وافقتوا المعتزلة في كل شيء وقلنا ليس فرق بينكم. انت لحد دلوقتي يتخيلوا يا احبة للمرة الرابعة ان احنا قلنا ان المتكلم من قامت به صفة الكلام وفعله بمشيئته. حلو يا حبيبي. انت بقى اللي ما تعرفش تخرج عن المعتزلة. الاثنين يا حبيبي، الاثنين يا حبيبي. انت الان لحد دلوقتي اتخيلوا المداخلة 20 مجازا ولسه جاي يفهم. معلش يا شيخ احمد، يعني المداخلة 20 وانت لسه جاي تفهم. يا صلاة الزين، يا صلاة الزين حبيبي. طيب الان نتمنى تقرأ لنا مصدر ابن تيمية بالمصدر والصفحة. انت دلوقتي مش عايز تجيب. الان احنا هنسألك سؤال جديد سهل بسيط، حلو كده، لحد لما نقرأ لك كلام العقائد النسفية نرجع لسؤالنا تاني عشان نعرفك ان انت ما تعرفش عقيدتك، ودي هيبقى شكلها وحش قوي في حقك. حلو، تبقى عيبة قوي كبيرة في حقك لما يجي واحد بتقول انه دخيل على عقيدتك وانت هتدرس لي واعلم عليك. كده معناها ايه بالمصرية؟ بلاش، تعلمت عليك، فهيبقى شكلك وحش قوي. تمام. الآن حبيبي، الأخرس تقوم به المعاني، ولماذا يوصف بالخرس؟ تفضل، أنا مش عايز حاجة. الأخرس هل تقوم به معاني، ولماذا يوصف بالخرس؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. طبعا نحن نعلم أنكم لا تستطيعون أن تنفكوا عن مقارنة الخالق بمخلوقه، لكن الموضوع وين؟ أنكم غير موافقتكم للمعتزلة وللجهمية وللنصارى أيضا وافقتم الفلاسفة، فقلتم بوجود حوادث لا أول لها،
أيضا وافقتم من؟ مين يحزرك؟ شوف مين. سفر التثنية إصحاح 5:26 يقول اليهود: من جميع البشر الذي سمع صوت الله. وماذا أيضا يقولون في إصحاح آخر في نفس السفر؟ يقولون: إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا. ويقولون: فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا. سفر التكوين كله أيضا أنا أنقله من التوراة المحرفة، لا أعرف إذا تعترفون بتحريفها. وسمعا صوت الإله ماشيا فقال: سمعت صوتك في الجنة. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ويقولون أيضا: الله يرعد بصوته عجبا. ويذكرون أيضا اليهود: فناداه الرب من الجبل فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي. أيضا لتعرفوا عقيدتهم من أين أتت: لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، من السماء أسمعك صوته. ماذا أذكر لكم؟ أذكر لكم كلام ابن تيمية في ذلك. هذا يقول لك: وأن جمهور المسلمين يقولون إن القرآن العربي كلام الله وقد تكلم به بحرف وصوت. ماذا يقول في قصة موسى؟ ماذا ينقل؟ إني أسمع صوتك وأحس حسك. من قالها من السلف؟ يا سلفية، يا أساس سلفية. من قالها من السلف؟ الآن قرأنا في كتاب يهود أنهم قالوا صوت الرب كالصاعقة. ابن تيمية ماذا يقول أيضا؟ ينقل في بيان تلبيس الجاهلية: سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة فسمعتموها فكأنها مثل. طيب، الآن أيها الأحبة الأكارم، أين الجواب عن سؤالي؟ فين جواب سؤالي؟ تبخر، ذهب مع الريح. نحن يقول أنتم وافقتم، أنتم استدللتم على صفة الكلام النفسي بقول النصارى، فسيقول: لا، أنت لا تعرف قواعدنا، نحن نستدل بالكلام العربي. كلام العربي هذا أصلا البيت محل نزاع، ولو أنني جئتك بحديث متنازع فيه تقول لي هذا حديث أحد. أنا أسألك: ما حكم من يثبت الصوت لله؟ كافر هو؟ جاوبني يلا يا شيخ. كافر؟ من يثبت الحرف؟ لا لا لا، أنا عايزك كده بسرعة يا شيخ. لا لا، من وقتي يا شيخ. ما حكم من يسب؟ شوف أنت عمال تزود على نفسك أسئلة. ما حكم من يثبت؟ أنا سايبك تقرأ وحضرتك ما أنتش مستوعب اللي بتقرأ. ما حكم من يثبت الصوت لله يا شيخ؟ لا لا لا، جاوبني رحمة الوالدك. أسيب لك نص دقيقة يا شيخ، يلا نص دقيقة. إن قال، اسمع منيح الجواب، إن قال حادث، مش أنا اللي بقول، هي شو بقول لك الإمام أحمد؟ بقول لك مش الإمام أحمد، هذا الذي يقوله الطبري. الإمام الطبري يقول في التبصرة: وما لم يخلو من الحوادث فهو لا شك محدث. فإذا تقول بالصوت الحادث خبرنا. ما حكم من يثبت الصوت لله عز وجل؟ من ينسب الحوادث إلى الله. ما حكم من يثبت الصوت لله يا شيخ؟ يثبت الصوت، صوت أو غير صوت، إيه؟ أو غير صوت، إذا حكمه إيه؟ حادثا لله فهو يا أستاذ، ما حكم من يثبت الصوت؟ ما هو الصوت لا شك حادث. ما حكم من يثبت الصوت؟ ليش الصوت لا شك؟ يا أستاذ، الصوت عرض غير قار. ما حكم من يثبت الصوت؟ الذي يثبت الحوادث في ذات يا أستاذ، ما حكم من يثبت الصوت؟ ما حكم من يثبت الصوت؟ سواء كان صوتا أو غير صوت. ما حكم من يثبت الصوت؟ هذه إجابتي.
طيب الآن أيها الأحبة سؤال جديد، خلاص هو سينقطع في كل الأسئلة. هل أنتم على عقيدة الإمام الشافعي ولا عقيدة الشافعي تخالف الأشعري؟ كده أنت وصلت ل3 أسئلة، أنا هفضل معاهم وهات كل أسئلتك للصبح. أنا قاعد خدت اللي أنا عايزه من المناظرة وما طلعتش أي إلزامات، وخلينا قاعدين بقى للصبح. يلا 3 أسئلة أهو. الكلام النفسي، هل الأخرس تقوم به معاني؟ ولماذا وصف بالخرس؟ ما حكم من يثبت الصوت؟ هل توافقون الإمام الشافعي في عقيدته ولا لا؟ يلا حبيبي، يلا يا شيخ، استعن بالله ولا تعجز، واقرأ لنا كلام ابن تيمية كاملا. أيوة، من العجب إنه شو بيقول لك؟ بيقول لك أنه يثبت لله سبحانه وتعالى صفتين كلام. صفة أولى هي شو؟ هي بقول لك قديمة، ما بعرف كيف قديمة عنده. والصفة الثانية يجددها في نفسه. عجيب، هذا أمر عجيب. الآن أنا مني أخرس حتى أجيبك عن الأخرس. وماذا يترتب؟ أنت تسألني سؤالا، هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أجيبك عنه. أنت مثل واحد راح عند شخص أعمى ويقول له أي أحسن حتى أخرج اللون البرتقالي، أخلط الأحمر مع الأخضر ولا أخلط الأخضر مع الأصفر؟ هذا أنا لست أخرس حتى أجيبك. لما أكون أخرس ببقى بجاوبك، تمام؟ لكن السؤال هو هل أنت تمثل الله بخلقه؟ هذا السؤال، هذا أمر غريب. طيب بغض النظر خلينا نروح، بما أنه كمان يعني لا نصل إلى إجابات، نذهب إلى فرقة أخرى. تعرف الكرامية؟ ماذا يقول الكرامية؟ قال الإسفرايني عن الكرامية ومما ابتدعوه من الضلالات، ركز لي على كل كلمة، ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلهم بافتضاحه، هو قولهم بأن معبودهم محل للحوادث تحدث في ذاته أقواله وإراداته وإدراكاته للمسموعات والمبصرات، وسموا ذلك سمعا وتبصرا، وقالوا تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش، زعموا أن هذه أعراض، هلأ اللي سألتني عنها، تحدث في ذات الله تعالى عن قولهم. هذا مين؟ شوف كمان ماذا قال الكرامية. قال ابن التلمساني وخالف إجماع الأمة طائفة نبغوا من سجستان لقبوا بالكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، وزعموا أن الحوادث تطرأ، يعني ركز لي عليها، تتجدد على ذات الله تعالى عن قولهم. وهذا المذهب، اسمع مين، هو نظير مذهب المجوس. ما عارفين منين نشبهكم. أقوالكم تتوافق من طرف مع النصارى، من طرف مع اليهود، من طرف مع المعتزلة، من طرف مع الجهمية، من طرف مع الكرامية، من طرف مع المجوس. الحمد لله رب العالمين. اخوانا، المشكلة ليست فيما يقرأ، المشكلة فيما يفهم. أنا ممكن أقعد أقرأ له أنكم توافقون المعتزلة الآن سؤال جديد عشان نبين يا أخوانا. أنا ليه لا أعتمد على هنا الفهم. هل من وافق فرقة في جزء يكون موافق لهم؟ اللي أنت بتقرأه ده أنت من لحد الآن ما فهمتش حقيقة مذهبي إلى الآن. لما قلت لك إن الكلام من قامت به صفة الكلام وفعله بالمشيئة، الآن أنا بعد الأسئلة الجديدة سؤال جديد، من وافق فرقة في جزء يكون موافق لهم؟ يكون قوله قولهم؟ سجل السؤال ده، نعم أم لا؟ يلا جاوبني يا شيخ أحمد. أنت كده والله الشيخ خالد كان أشد منك بكثير. جاوبني بقى في وقت ده.
ولا أنت ده سؤال في الخرس؟ من وافق فرقة في جزء قول يكون قوله قولهم، نعم أم لا؟ نصف دقيقة يا شيخ، يلا يلا يا شيخ. من وافق فرقة في جزء قولهم يكون قوله قولهم، نعم أم لا؟ في مسألة من وافق فرقة في مسألة، في جزء مسألة، يكون قوله قولهم، نعم ولا لا؟ طيب ايه في المايك يا شيخ؟ أيها الأحبة الأكارم، أنا سألت الشيخ الأخرس تقوم به معاني، ولماذا وصف بالخرس؟ يقول لك أنا مش أخرس. بالله عليكم يا أيها السادة الأشاعرة، يا أهل المعقول والمنقول، أهذا طرحكم أمامنا؟ أهذه قوتكم أمامنا؟ أقسم بالله العلي العظيم أنني كنت أظن أنكم تحضرتم وأعددتم العدة وجئتم بالشرق والغرب يقول لي أنا لست أخرس. طب خلاص يا عم، هاتوا لنا واحد أخرس يجاوب يعبر زي ربكم، هاتوا لنا واحد أخرس يعبر زي ربكم. يا أيها السادة الأشاعرة، إلى الآن وصلنا 4 أسئلة ولا 5 ما بيجاوبش عن حاجة. إحنا بنعمل إيه في المناظرة؟ بيقول لك أنا ماليش علاقة. طب أمال مين اللي له علاقة؟ هاتوا لنا واحد أخرس وترجموا له يرد علينا، أو تكلم بالكلام النفسي وحد يعبر لك. يا أيها السادة الأشاعرة، أين حجتكم؟ ما لها ضاحضة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين حجتكم؟ حجتكم انتهت بالمناظرة القاضية. واحد هيك يعني بيشرب، اشرب مي. انا شربت مي عشان شو؟ عشانك تعبتني ما بتجاوب على الاسئله. انا كل شوي يسالك سؤال ما بتجاوب، تعبتني، شفت لي ريقي. طيب سؤاله شو قال لك هون؟ قال لي لا، في نقطه مهمه، في نقطه مهمه نقف عندها. ماذا اثبت صفتين اسمهم الكلام، 2. وين توحيد الصفات يا جماعة التوحيد الثلاثي؟ وين توحيد الأسماء والصفات؟ 2 كلام أثبت، 2. سمعتوا؟ 2. لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر شيء بيجي بيقول لك توحيد أسماء وصفات. عندكم 3 توحيد. ما بعرف أنتم كيف تجمعوا، بتعملوا كيف تعملوها هي الأشياء، ما بعرف، غريب. طيب نرجع للكرامية يعني. أو لحظة، شو كان؟ ما بأثر، افتح من دوري. شو كان السؤال؟ شو كان السؤال اللي أنت بدك إياه؟ السؤال اللي بدك إياني جاوبك عليه؟ ما بدك إياني جاوبك؟ طيب ما مشكلة. طيب لا مش بدي جاوبك، عشان تكتب في الورقة ورايا. لا أنا وبعدين تجاوب. إيه ما كتبت شيء. يلا بلا كتبت، عم بكتب ملاحظات اللي أنا بدي أكتبها. طيب فإذا شو؟ نرجع للكرامية. الكرامية وافقوا مين؟ وافقوا المجوس. لماذا وافقوا المجوس؟ المجوس قالوا إن طائفة من المجوس ماذا يقولون؟ يقولون بقدم النور وحدوث الظلمة، وأن سبب حدوثها أن يزدان فكر فكرة فحدث منها شخص من أشخاص الظلمة فأبعده وأقصاه، وهو هرمز، وجميع الشر ينسب إليه. وكذلك الكرامية تزعم أن الله تعالى إذا أراد إحداث محدث أوجد في ذاته كافا ونونا وإرادة حادثة، وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات، وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات البائنة لذاته. هذا كلام الكرامية. نيجي نطلع بمذهب التيميين اللي أنا ما بعرفه، أنا لا أعرف مذهبكم. طلعت ماذا يستلزم وجود الموجود عند وجود إحداث الله للشيء؟ ماذا يستلزم؟ عدوا معي. يستلزم عند
التيميين. كن كاف ونون محدثة، ويستلزم إرادة محدثة، ويستلزم هيدي الكاف والنون بما أنها محدثة شو تستلزم؟ تستلزم كاف ونون محدثة وإرادة محدثة، وتلك الإرادة المحدثة سامحوني أيها السادة الأشاعرة، هاتوا لنا شجعانكم، أبرزوا لنا علماءكم، هاتوا لنا كباركم. سامحوني على هذا، يقسو أحيانا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا. احنا عايزين لكم الخير، هاتوا لنا علماءكم، أبرزوا لنا شجعانكم. رجل ما يجيب عن شيء، يقول أنتم وافقتم يا عمي حبيبي سيدي يا نور عيوني، أنا سألتك سؤال حتى نقضي بيني وبينك، من وافق فرقة في جزء مسألة يكون قوله قولهم، أنتم وافق. يا حبيبي جاوبني. أسئلتي أيها الأحبة الأكارم، الأستاذ عمال يخربط يمين وشمال وينقل ما لا يعرف. سامحني يا شيخ، والله كنت أظن أنكم أعددتم العدة للحوار وجئتم بإشكالات عويصة. رجل ما هو حتى مستوعب لمسألة. أسئلتي وين راحت يا حبة؟ وين راحت؟ طيب الآن نضيف سؤال جديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذه المن هنا بيانية أم تبعيضية؟ والذكر هل يطلق على كلام الله أم لا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من هنا بيانية أم تبعيضية؟ والذكر يطلق على كلام الله. أيها السادة الأشاعرة سامحوني على ما سأقول، إذا لم يجب الرجل عن أسئلتي فأقول بأنكم لم تصمدوا، وإلى الآن أنا ما ذكرت إلزامات. يتخيلوا أن عقيدتكم بهذا الضعف سقطت بالقاضية حينما اعترف أن الحق مع الإمام أحمد، وإلى الآن لم أذكر إلزامات تبين ضعف العقيدة أكثر وأكثر. وصاحبكم الذي صدرتموه إلى الآن ما هو حتى مستوعب لكلامي، ولا أريد أن تشخصن المسألة، فأقول إما أن يجيب الرجل عن أسئلة التي وصلت إلى 6، وإما أن دي تكون فضيحة للسادة، معلش أعتذر، أو يكون هذا الحوار هو بمثابة وصمة عار للسادة الأشاعرة، وصمة عار. لماذا الأخرس يسمي أخرس؟ وهل تقوم به معان أم لا؟ الآن هذا السؤال، هل توافقون الإمام الشافعي في عقيدته أم لا؟ قولوها لنا. الشافعي رضي الله عنه توافقونه ولا لا؟ يا مشايخ لهذه الدرجة لا يستطيع أن يجيب لهذه الدرجة؟ إلى الله المشتكى. طيب شيخ محمد موجود معنا؟ كم مداخلة بقى؟ السلام عليكم ورحمة الله. بقيت ربع ساعة. دقائق ربع ساعة هيك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. كنت أشرح لكن انقطع الوقت. كنت أشرح كيف يتخيل التيمي أن شيئا يدخل في الوجود، أن يخلق الله شيئا، أن يحدث الله شيئا. يتخيل أن الله سبحانه وتعالى يتلفظ بالكاف والنون، كاف نون، وهذه الكاف والنون محدثة، وهذه الكاف والنون المحدثة تحتاج حتى توجد بأنها محدثة تحتاج إلى كاف ونون قبلها وإرادة محدثة. طيب، وتلك الإرادة المحدثة تحتاج إلى كاف ونون قبلها وإرادة محدثة، والكاف والنون تحتاج إلى كاف ونون قبلها وإرادة محدثة، متسلسلات لا إلى أول.
شوفوا الفرق بين الأشاعرة، السادة الأشاعرة، شوفوا الفرق بين السادة الأشاعرة وفهمهم لكتاب الله وللنصوص. فإنهم قالوا قوله سبحانه وتعالى إنما أمره شيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، عبارة عن سرعة الإيجاد، عبارة عن سرعة الإيجاد. بيجي لا التيمي شو بقول لك؟ حتى يخلق مخلوق، كل مخلوق لابد أن يتسلسل له كاف ونون كاف ونون كاف ونون لا إلى أول. والله سبحانه وتعالى كل شيء يحدث في هذه الدنيا، كل شيء يحدث في العالم خلقه. أنت يا أحمد العاصي في بقلبك دقات، وفي دمك يجري، ورمشات بعيونك، وشعرك ينبت، وخلايا تموت، وخلايا يطلع غيرها، وإفرازات تطلع من جسمك، وتهضم أكل، وتشرب ماء، وتفاعلات في داخلك ما لا يحصيه إلا الله من المخلوقات. وهذا العالم يعني أنت شو جزء بسيط من هذا العالم يحدث في اللحظة الواحدة ما لا يحصيه إلا الله من الحوادث فيك أنت، من الحوادث فيك أنت. كل وحدة منهم قديش بدها كاف ونون، وتسلسلات كاف ونون، وإرادات لا إلى أول. بالله هذا عقل؟ يا أخي الملحد لا يقول بالتسلسل لا إلى أول. ما أحد جاء بها قبلكم. أعطيني واحد من السلف، من السلف، من الصحابة، ما لم يكن دينا عند بدر، عند أهل بدر فليس اليوم دين. أعطيني واحد من البدريين قال إن الحمد لله رب العالمين على ما من وتفضل وأنعم وأكرم. هذا إشكالنا نحن عليكم. معنى أن الصفة يفعلها بمشيئة لا تحتاج، إنما أنت تقول أن الحروف والأصوات مخلوقة. هذا إشكالنا عليكم أنتم. أنت حتى من تعرف مذهبك، أنكم تقولون الحرف والصوت مخلوق، فإن كان مخلوق فيحتاج إلى مخلوق، وهذا والتسلسل هذا يلزمك أنت. أوقعت نفسك في الفخ، أوقعت نفسك في الفخ. إنما نحن لا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا ذلك، لأن الصفة قديمة نوعها، ولا تحتاج. إنما يحتاج الله عز وجل إذا أراد أن يقول كن فيكون. إنما أنت عندك الحروف والأصوات مخلوقة. هذا إشكال عليك نضيفه. إلى الآن أيها الأحبة الأكارم أراد أن ينصب لنا فخا فوقع فيه. الآن أيها السادة الأشاعرة، أنا أخاطب فيكم العقل، أخاطب فيكم الفطرة. أين الجواب عن أسئلتي؟ ألن تجلس مع نفسك وتراجع نفسك؟ هذا الرجل الذي كان يحاورنا طرح الآن قرابة 19 أسئلة، ويقول أن معه 20 إلزام آخر، وما سمعنا همسا ولا صوتا ولا جوابا ولا حركة. متى يجيب؟ أنت قد غلبت الشيعة. أيها السادة الأشاعرة، أبرزوا لنا علماءكم. وأنا سأقول، أنا أقول هاتوا سعيد فودة تلميذ محمد أبو غوش، عبد القادر حسين، فلان وفلان وفلان، هاتوهم جميعا. ما دام الوضع بهذا الضعف، لماذا سمي الأخرس أخرس؟ ما جاوب. هل تقوم به معان أم لا؟ من وافق فرقة في جزء مسألة هل يكون قوله؟ ما جاوب. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث بيانية، والذكر هو كلام الله أم لا؟ أنتم قلتم أن الحرف والصوت مخلوق، وهذا يلزمكم أن المخلوق مخلوق بمخلوق، فإن قلت الإرادة والقدرة أرجعناك. طيب الآن السؤال الذي سأبقى عليه حتى يعلم المتابع الكريم أنكم خالفتم الجميع: هل وافقتم قول سيدنا الإمام الشافعي في العقيدة أم لا؟ أجب، رد. أين حجتكم أيها السادة الأشاعرة؟ يا أهل المعقول، يا مشايخنا الذين تربينا على أيديكم، هذه حجتكم؟ أهذا برهانكم؟ إن كانت هذه حجتكم فإلى الله المشتكى.
شيخ أحمد افتح المايك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. شوفوا يا إخوة، يجي يقول لك هل وافقتم أحمد؟ وأثبتت أن وافقنا أحمد وأنكم خالفتموه. هذا يعني أحمد يقول إنه لا تتجدد لله، لا تتجدد في الله الحوادث، وأنتم تقولون لا. شو أحمد شو بفهموا؟ تتجدد في الله الحوادث وتؤلفونها على أحمد. هلا شو بدك تعمل؟ هل نوافق الشافعي؟ نعم، الشافعي إمامنا، الشافعي إمامنا. طيب، أثبت صفتين للكلام، الكلام عنده صفتين. وين راح بتوحيد الصفات؟ ما بعرف. شو سأل بعد؟ لحظة، نسينا أنه معتزلي. رجع شو؟ رجع إلى دليل المعتزلة. نحن نقول محدث نزوله. لا، وشو إجا يلزمنا بالتسلسل؟ ليش؟ لأنه من مبدأ أنه لم يحقق المذهب، مذهب الأشاعرة، فهو يتخيل أن الأشعري أهل السنة والجماعة، الأشاعرة أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة، هو يتخيل أنه ما عندهم عقول، أنه يظنون أن الله يخلق بكلمة كن كن كن. غلط غلط. إذا أنت هيك بتظن غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نقول كن ليست حرفا وصوتا، مش اللفظ ليس حرفا وصوتا، لا يخلق بالأحرف والأصوات، يخلق بقدرته. لكن كن هذه دالة على سرعة الإيجاد، عبارة عن سرعة الإيجاد، أنه سبحانه وتعالى يخلق لا يعجزه شيء، يخلق بغير تعب، يخلق بقدرته، مش بالكاف والنون. طيب، وسؤالي له، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تفضل جاوبني. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأمين. يقول نحن لا نقول أنه يخلق بكن، وإنما يخلق بإيش؟ قدرة قديمة ولا حادثة؟ يعني خلقني بالقدرة القديمة ولا حادثة؟ جاوبني. صفات الله خلقني بالقدرة القديمة ولا حادثة؟ قدرته قديمة. خلقني بالقدرة القديمة. خلقني بالقدرة القديمة. إذا أنا قديم مع الله. شكرا لك. إذا الأستاذ أحمد قديم مع الله، خلقكم بالقدرة القديمة. إذا أنت قديم مع الله. فالمقدور لا يتخلف عن قدرة، إما أنك قديم أو أن هناك شيء أوجدني. إن قلت الإرادة أو القدرة أرجعناك، إن قلت إلى التعلقات هذه أمور اعتبارية ترجع بلا مرجع. ضاعت ضحكتي. الآن أيها الأحبة الأكارم، يقول أننا وافقنا الأشعري، الإمام سيدنا الإمام الشافعي. سيدنا الإمام الشافعي يكفركم. أنتم لا وافقتم الشافعي ولا وافقتم أحمد، وبما أنكم وافقتم الشافعي سيدنا الإمام الشافعي وقلت بأنك وافقت الإمام أحمد، أنت من كثرة الضربات بدأت تترنح. بما أنك وافقت الإمام أحمد، الإمام أحمد بيقول بالمعنى النفسي، إذا أنت اعترفت أن مذهبك باطل. يا شيخ أحمد، والله من بداية المناظرة انتهى الحوار. أقول للسادة الأشاعرة، لمن يبحث عن الحق، طالب الحق يكفيه دليل. اعترف الآن في المداخلة أنه وافق أحمد. أحمد يقول يتكلم متى شاء، كما قرأنا عن ابن حجر، نعيده مرة ثانية. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك يا حبيبي.
طيب، يقول في فتح الباري: والخامس أنه كلام الله غير مخلوق. يعني أنت الآن تقول بهذا القول، وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء. نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية. وسأبين لك أن الإمام سيدنا الإمام الشافعي نعلو على راسي يكفرك. فلا أنتم اتبعتم السلف، وإنما جئتم بأقوال بدعية. نسيت ما حكم من يقول بالصوت؟ متى يجيب عن أسئلتي أيها الأحبة؟ الشيخ جاء لماذا في هذه المناظرة؟ أنا أريد أن أسأل وأن أوجه الخطاب وبقوة. لماذا جاء الشيخ للمناظرة؟ هو حاضر غائب؟ أين الجواب عن أسئلتي؟ أين حجتكم أيها السادة الأشاعرة؟ إن كانت تلك حجتكم فأنا منها براء، إن كانت هذه ردودكم فأنا منها براء، وأغسل يدي من تلك العقيدة التي لا يستطيع صاحبها الجواب. أغسل يدي منها وأقرأ عليها الفاتحة وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي على سيدنا محمد أشرف الأولين والآخرين. شوف يا أخي، هل شو اسمعوا عن جد بالله، ركزوا. الآن ما جاوبت على الصوت، وأنا قلت له: كل ما ينسب إلى الله حادثا، هي كلام السلف، كل حادث تثبته لذات الله خصمك السلف، كفرك السلف. أنا ما دخلنيش، أنا مني يعني، ما أنا السلف. روح عند السلف قل لهم ليش كفرتوا الذي يقول في بشو بحلول الحوادث في ذات الله. ولك أبو يعلى يعني من عندكم حنبلي، ما بعرف أنت إذا حنبلي أو لا. أبو يعلى يقول حرفا، أنا أقرأها بالحرف، يقول: الحوادث لها أول خلافا للملحدة. سمعت؟ خلافا للملحدة. تيجي أنت بتقول لي لا، حوادث لا أول لها. طيب قال شو؟ قلت لك خليك مع شو بدك بالأشاعرة؟ أنت منك قد لأهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة، لك لا تعرف مذهبهم. قال شو؟ إذا خلقنا الله بقدرته فنحن أزليون. أنت ما تفرق بين الأزلي والمحدث. الأزلي ما لا يسبق وجوده عدم. كيف مخلوق أزلي؟ هيدي ما بتزبط إلا عند ابن تيمية. محدث ولا أول له. بس بدك تشيل راسك، بدك تشيل عقلك لحتى تستوعب هذا الكلام فقط. وين بتجيبونا حكيات؟ وكل الفلاسفة ما بيقولوا يعني بيتفلسفوا. نعم، الفلاسفة عندهم أشياء يعني غريبة عجيبة، لكن لم تصل إلى فلسفة ابن تيمية. لم تصل. شو بتقول لي؟ شو؟ قال إذا خلقني الله بقدرته فأنا أزل. شو الأزل عندك؟ فترات لا تنتهي من الزمن في الماضي. الأزل لما تقول شيء أزلي، هذه صفة سلبية تسلب عنه شو؟ تسلب عنه العدم قبل وجوده. قلت لك هيديك المرة، بشرح لك، والله بشرح لك. انت قلت اساتذتنا، لا بشرح لك. يمكن اساتذتك الاشاعرة ما فهمتوا معك هالقد تفاصيل. الممكن هو الذي يسبق وجوده عدم، اما الازلي لا يسبق وجوده عدم. كيف مقدور وازلي؟ هيدي بس عندكم بتزبط. الله المستعان. سبحان الله، سبحان الله. تفضل. يعني أنا يعني جد فعلا المراد عند الشيخ أحمد يتخلف عن إرادة الله. لحظة يا شيخ، أكملنا الساعة والنصف، كم تريدون إضافة؟ لا، مداخلتي أنا الأخيرة، لأنه هو بدأ، أختم أنا إذا أحببت. أنا اكتفيت ووفيت. نعم يا شيخ. لا، ما في مداخلة. لا هو يا شيخ الآن إذا أكملت مداخلتك يبقى وقت يمكن أن يتكلم الشيخ أحمد ونضيف وقت قليل. لا يعني أنا المداخلة الأخيرة أنا أختم، هو الشيخ بدأ، ده نظام. نعم ستختم أنت، لكن صح. هذه ليست الأخيرة. إذا كنت تريد أن نختم تكون أنت المداخلة الأخيرة بعد هذه. طيب ما في مشكلة يا شيخ، يعني هذه مداخلتك قبل. ما في مشكلة. وخلي الختام بعدها يعني الشيخ أحمد العاصي الآن تتكلم.
بعدها لا، الشيخ إذا أحمد بدك أنا بدي صقر، آخذ وتختم دقيقة أنت يا شيخ واحدة. أحمد إن شاء الله. يا شيخ محمد إذا بدك ياخذ دقيقة واحدة ويختم لا المعتزلة. بعد كده بعد طيب كده يا قال شيخ، بعد بعد ذلك إن كده. شاء الله، لا بأس. تفضل يا شيخ أحمد أيها العاصي. الأحبة، عند السادة الأشاعرة المراد يتخلف، يعني الله أراد وتخلفت إرادته. يقول أنت ما تعرف، الله عز وجل قادر وتخلف المقدور عن القدرة عند السادة الأشاعرة. هذا تعظيمكم لله؟ أنت تعلمنا نحن إذا أراد الله تخلف المراد عن الإرادة؟ ها؟ ده اللي أنت عايز تعلمه للناس؟ طيب، أين الجواب عن أسئلتي يا أيها السادة الأشاعرة؟ ونخلي كلام الإمام الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي، في نهاية المطاف عشان يبقى ختامه مسك. لكنني سأوجه رسالة إلى السادة الأشاعرة. أنا الآن طرحت قرابة 5-6 أسئلة. الأخرس هل تقوم به معان؟ ولماذا وصف بالخرس؟ قال أنا مش أخرس، تكلم بالكلام النفسي وحد يعبر لك. سألته من وافق فرقة في جزء مسألة يكون قوله قولهم، برضو ودن من طين ومدن من عجين، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من هنا بيانية ولا تبعيضية؟ والذكر هل هو كلام الله جل وعلا أم لا؟ وإلى الآن بقيت الإلزامات حبيسة الدفتر، وسندعو في المناظرة الأخيرة بقية الأشاعرة، لأنني أقول أنكم كالمناظرة السابقة لم تثبتوا عقيدتكم، بل بالمداخلة الأولى أنهينا المناظرة. فهل هذه عقيدتكم يا أيها السادة الأشاعرة الذين تريدون أن تدعون إليها؟ دي العقيدة اللي أنت عايزنا نعتقد بها، التي صاحبها لا يستطيع أن يرد عن أسئلتي ولا يدافع عنها ولا ينافح عنها بقوة؟ أنا بفضل أذاكر وأرجع وأسأل، والأخ جاي يقول لي أنا مش أخرس. خلاص، تكلم بالكلام النفسي وحد يعبر لك. هذه عقيدتكم اللي انتوا عايزيني أنا أعتقد بها وتدعون إليها؟ قلت لكم إن كانت هذه العقيدة الحقة فأنا براء منها. إن كان صاحبكم لا يستطيع أن يذود عن عقيدته وأن ينصر عقيدته وأن يجيب عن أسئلتي، وهذه الأسئلة من سيجيب عنها المدونة هنا؟ من؟ أقول أبرزوا لنا علماءكم، هاتوهم. إن كنت لا أعرف عقيدتكم وهذا حالكم أمامي، طب فما بالكم لو عرفت؟ يعني هذه التهمة خلاص مللنا بها، أنت لا تعرف وأنت جهول مجهال جاهل. إن كنت هكذا وهذا حالكم، فكيف لو كنت عالما؟ كيف كان الوضع؟ الآن كمان 3 دقائق. ايه نعم 3 دقائق. سبحان الله، قال شو؟ زعلان من عقيدة الأشاعرة وما بده يسمع، لا يريد أن يتبعها، لكن يريد أن يتبع عقيدة لم يستطع أن يدفع عن نفسه كونه معتزلي، بل واستدل باستدلالاته. لم يستطع أن يدفع عن نفسه كونه شو؟ يعتقد بعقيدة اليهود، يعتقد بعقيدة النصارى، يقول بقول الجهم بن صفوان، يقول بقول المجوس، يقول بقول الكرامية، يعني أحسن الوصف من وصفكم بالحشوية. بس لا أستطيع أن أنسبكم إلى أحد هذه الفرق، لا أستطيع أن أنسبكم لا إلى يهود ولا إلى نصارى ولا إلى شو اسمه هيدول كرامية ولا إلى، لأنك أخذت من كل واحد شوي شوي شوي، كما يعني لا أريد أن أعبر بأقصى من ذلك، فأنتم لا ينطبق عليكم إلا حشوية. طيب، سألني هل من قال بالصوت في حق الله سبحانه وتعالى هل أكفره؟ أنا قلت لك السلف قالوا من قال إنه تحدث في الله حوادث كفروه، السلف كفروه قولا واحدا، كفروه. ذكرت لك النقل. لم تجب عن أسئلتي، ما أنا قررت عقيدتي في الأول
وكل أسئلتك موجودة فيما قررته. أنت تعيد الأسئلة بصياغات أخرى. طيب قال شو سألني؟ أما إيه نعم الآن قد يأتيني يقول لي لا، ما هو في من أثبت الصوت ويريد بذلك الصوت القديم. هذا ما ليس هذا الذي أتكلم عنه. أنا أتكلم عن من يثبت الحوادث في ذات الله وماذا قال فيه السلف. شال لك بيقول لي شو طيب ما أجابني عن كثير من الأسئلة. هل فرق لي، هل على تقريراتهم، تقريرات شيخهم، هل التزم بتوحيد الأسماء والصفات؟ هل التزم توحيد الأسماء والصفات ولا عدد الصفة؟ عنده كلامان، كلام قائم بالذات وكلام إلزاما ألزمك أنه يفارق ذاته ويحل في أذن جبريل أو يحل في أذن، لأنك تقول بالحرف والصوت، ويحل في أذن موسى. لا بقى صار عندكم الكلام حادث ومخلوق وأزلي. ألزمك بثلاثة صفات كلام مش باثنين، يلزمك. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشكر حضوركم. طيب بالنسبة لنقطة أنه فارق وحل، هذا من قال بهذا الكلام؟ من وضع لك هذا الإلزام؟ يلزمك ذلك في المعنى النفسي. لما قذفه الله المعنى النفسي حل في جبريل. شبيك أنت؟ من وين وضع لكم الإلزامات هذه؟ بالقاضية. طيب قال أنك وافقتم كذا وكذا. أنا سألتك سؤال تقريري: من وافق فرقة في جزء مسألة يكون قوله قولهم؟ أنت ما فهمت إلى الآن قول السادة السلفية، وحق لي أن أقول الآن السادة السلفية وأسحب منكم السادة الأشاعرة، بما أنكم لا تجيبون. أثبتوا حجتكم وبعدين نسيدكم. طيب، وأما قوله جاوبت في تقرير السابق، خلاص كنت أنت سجلت المداخلة وقعدت وإحنا سمعنا الجواب من المداخلة الأولانية وريحنا نفسنا. بيقول لك أنا تقريرات، الجواب في التقريرات. طيب خلاص. طيب الآن أخوانا نعطيكم الهدية. سيدنا الإمام البخاري يثبت الصوت، كافر عند أحمد صقر. يقول في خلق أفعال العباد في صفحة 97-98: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات المخلوق. يعني يثبت الصوت. الله أكبر. اهدأ، ما تفتح المايك. أعد الوقت. عدلوا الوقت. ما تفتح المايك. عيب يا شيخ. عيب يا شيخ. عدلوا الوقت. عيب يا شيخ. ينفع كده يا مشايخ؟ عيب. لا. ما عهدناك كذلك. شبيك؟ على أن صوت الله البخاري. أنتم لا سلف لكم. أنتم من أنتم؟ هذا سيدنا وشيخنا وكبيرنا، أنتم لا رأس لكم. قال: وأن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، يعني يثبت الصوت ولا يشبه أصوات المخلوقين. وهذه قاعدة سنستعملها في كل الصفات. وفي هذا لأن صوت الله جل ذكره يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون، يعني عقيدة الإمام البخاري كما تقول عقيدة النصارى. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كنت أريد أن أقرره، أن يثبت كما وصف الله بالكفر أن يصف النبي وحاشاه بعقيدة النصارى. ثم استدل بالحديث، لأن بعض الناس يقول لك إن الحديث الآخر فينادى بالمبني للمجهول، والأكثر أنه فينادي، لكن الإمام البخاري له حديث آخر. اسمعوا ماذا يقول: فيناديهم بصوت. البخاري مجسم يثبت الصوت. من أنتم؟ أين رأسكم؟
نحن على عقيدة السلف، هذا شيخنا وكبيرنا وأنتم لا رأس لكم، أنتم لا رأس لكم، أنتم جئتم من لا شيء. أيضا يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه نختم بها في حلية الأولياء في الجزء 9، قال: حضرت الشافعي وعن يمينه عبد الله بن الحكم إلى أن يقول: فقالوا للشافعي: فما تقول يا أبا عبد الله في القرآن؟ قال: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فناظره وتحاربا في الكلام حتى كفره الشافعي. الشافعي يقول: من يقول القرآن مخلوق؟ أنتم تقولون القرآن مخلوق، وإن قلتم دل على المعنى النفسي بينا كذبكم في ذلك. إذن الشافعي يكفركم، سيدنا الإمام البخاري معنا، أنتم في الضياع. ننتظر رؤساء الأشاعرة لتكملة المناظرة ليقيموا حجتهم إن كانت عندهم حجة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ محمد. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ أحمد مالك المستضيف، وأشكر جميع الإخوة الذين يعني ساهموا ودعموا، يعني هذا لا حاجة له، لكن أشكرهم، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد صقر، بارك الله فيك. يعني فرحت بكم. طيب يا مشايخ، الشيخ خالد البكري تكرر